السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة المباريات، انتهت مباراة دجلة 2-1. دجلة خطف زد الفوز الأول لدجلة. المفاجأة الكبرى، أنا قلت يا جماعة، أنا ما بقولش كلام كده وخلاص. الواحد ليه نظرة، الحمد لله. أنا قلت إن بيراميدز مش هو بيراميدز. الفيديو اللي قبل اللي فات أو اللي قبله من أول أسبوع، أنا قلت بيراميدز مش هو بيراميدز اللي إحنا نعرفه. نفس اللعيبه موجوده. اغلبيه نفس اللعيبه، ويمكن زادوا كمان. والكارت موجود، ومصطفى موجود، مصطفى فتحي موجود، وماهيلي موجود، والشيبي موجود. كل الناس موجوده. وبيراميدز السنه دي مش هو بيراميدز. اللي فاجئنا مودرن عامل طفره السنه دي. مكسب ومكسب وتعادل وهزيمه بس من نادي الزمالك. مودرن تقدم بهدف عن طريق غنام محمد في الدقيقه العاشره، ثم هدف تاني مع بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 57 عن طريق علي فوزي من ضربه جزاء. ووصل لبر الامان بالمباراه حتى الدقيقه 97، قدر كريم حافظ يحرز هدف تقليص الفارق من ضربه جزاء في الدقيقه السابعه من الوقت بدل الضايع، وتنتهي المباراه 2-1 وثلاث نقاط من ذهب لمودرن. وبيراميدز مريح. ثم بتروجيت اللي فوزه النهارده خلاه على صداره الدوري مؤقتا، ولكن مهمه لبتروجيت ان الجدول ينزل، وفرقه بتروجيت على صداره الدوري المصري الممتاز في وجود الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز وكل الانديه العريقه دي. طلعوا حبايب هم والمقاولين حتى الدقيقه 78. المباراه ماشيه سجال، ثم هدف بتروجيت عن طريق عمر رضا في الدقيقة 79 علشان بتروجيت ياخد النقطة يوصل للنقطة رقم 8 ويتصدر الدوري حتى لقاءات الغد. وبكده يبقى خلصنا لقاءات اليوم الثاني من الأسبوع الرابع، وبكرة في 3 مباريات إن شاء الله نتفرج عليهم ونتكلم عنهم مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله.